بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة كنوز إسلامية أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة معنا موضوع، هذا الموضوع مهم جدا، واللي هيشوفه هيعرف الرزق اللي جاي له بإذن الله تعالى. في رموز في المنام لو شفتها بتدل على قدوم الرزق، فهناك 10 رموز تدل على الرزق. ايه أول رمز بيدل على الرزق لو انت رأيته في المنام بإذن الله تعالى؟ هو رؤية سفينة في البحر. رؤية مركب أو سفينة في البحر بتدل هذه الرؤية على قدوم رزق، وتدل على الخير والفرح القريب بإذن الله تعالى. فإذا رؤية السفينة بتدل على إيه؟ على قدوم الرزق بإذن الله تعالى. أيضا الرمز الثاني الذي يدل على الرزق في المنام رؤية سورة النازعات. رؤية سورة النازعات تدل على الفرج، وتدل على الخير الكثير، وتدل على الفرج والنجاة من الكرب بإذن الله تعالى. وأيضا من الرموز التي تدل على الرزق رؤية قيادة البقرة. جماعة اللي هم لهم في الزراعة والفلاحة عارفين البقرة طبعا، بيكون ماسك البقرة وبيقودها، فرؤية قيادة البقرة هنا دليل على قدوم رزق بإذن الله تعالى، ودليل على الفرج، ودليل على الثراء بإذن الله تعالى. ومن الرموز التي تدل على الرزق أيضا رؤية ارتداء حذاء جديد مع الشعور بالسعادة. الذي يرى في منامه سواء رجل أو امرأة ارتداء حذاء جديد وهو حاسس أو شاعر بالسعادة في المنام، هذه الرؤية رؤية مبشرة جدا، تدل على إيه؟ تدل على الفرج، وتدل على زوال الهم، وتدل على رؤية قدوم الرزق بإذن الله تعالى. أيضا من الرموز التي تدل على الرزق رؤية حلق أو رؤية حلق أو إزالة شعر الجسد. رؤية حلق أو إزالة شعر الجسد، هذه الرؤية بتدل على إيه؟ تدل على الفرج، وتدل على التخلص من الأحزان، والتخلص من الهموم والمشاكل والكروب بإذن الله تعالى. تدل على إيه؟ الفرج القريب وقدوم الرزق بإذن الله تعالى. أيضا من الرموز رؤية حرق الملابس القديمة. اللي يشوف في منامه إنه بيحرق الهدوم أو الملابس القديمة بتاعته وبيستبدلها بملابس جديدة، فهذه الرؤية بتدل على إيه؟ بتدل على قدوم الرزق، بتدل على إيه؟ قدوم الخير بإذن الله تعالى. أيضا الرؤية بتاعت حرق الملابس القديمة واستبدالها بملابس جديدة بتدل على إيه؟ بتدل على النجاة من الأحزان، وتدل على زوال الهموم، وتدل على زوال الكروب، وتدل على الفرج وسعة الرزق بإذن الله تعالى. ومن الرؤى التي تدل على الرزق بإذن الله تعالى رؤية خلع الستائر من على الحائط أو الشرفات. الذي يرى في منامه إن كان رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، إنه بيخلع الستائر من على الحائط أو الشرفات، فهذه الرؤية رؤية مبشرة أيضا، تدل على الفرج، وتدل على زوال الهم، ورؤية طيبة بتدل على قدوم الرزق بإذن الله تعالى. طيب، وأيضا من الرموز التي تدل على قدوم الرزق رؤية الشعور بالاختناق في المنام. يعني الإنسان يرى في الرؤية أنه يشعر بالاختناق. الرؤية دي بتدل على إيه؟ بتدل على الفرج، بتدل على زوال الهم وزوال الكرب، وبتدل على الإحساس بالأمان، وتدل أيضا على إيه؟ على قدوم الرزق بإذن الله تعالى. وأيضا من الرؤى التي تدل على الرزق رؤية ارتداء حذاء جديد ومريح. حذاء جديد ومريح دي بتدل أيضا على الفرج، تدل على النجاة بالنسبة لكل الناس. أما بالنسبة للفتاة العزباء فهي بتدل على الزواج بإذن الله تعالى أيضا، وهو يعتبر فرج
لها وانتهاء لهمومها وأحزانها وقدوم الأفراح لها بإذن الله تعالى. وبيدل هذا الحلم أو تدل هذه الرؤية على إيه؟ النجاة من الهم والكرب، وتدل على الشعور بالسعادة والفرح. أيضا من الرؤى والرموز التي تدل على قدوم الرزق رؤية الحلي والمجوهرات، رؤية الذهب، الحلي والمجوهرات اللي هي إيه؟ الزرقاء. الحلي والمجوهرات الزرقاء بتدل على إيه؟ بتدل على الفرج، بتدل على سعة الرزق، وتدل على زوال الحزن، تدل على انتهاء المشاكل، تدل على قدوم المال وقدوم الرزق بإذن الله تعالى. فهذه 10 رموز تدل على الرزق بإذن الله تعالى، وهذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.